حيرتينا يا بنتي. منين غضبانه من جوزك ومنين عايزه ترجعي له؟ وبعدين انت رمية ولا مالكيش اهل؟ ما ترخصيش روحك يا كهان. لازم يعرف ان زعلك مش بالسهل. أنا ظلمت وكبرت الموضوع. يبقى كل عقلك بكلمتين. انت لا قلت لنا زعلانه ليه ولا قلت لنا ظلمتيك كيف. عموما انت مش صغيره وعارفه مصلحتك زين. لا انا ولا امك هنوقف في وشك. احنا بس عايزين نعززك. انت قيمتك غاليه. هو ده كلام العقل. عايزه ترجعي بيتك ارجعي، بس تبقى كرامتك متصانه. سامع عمك بتقول لك ايه؟ هستسمحك يا حجه، سيبينا لوحدنا شوي، هنتكلموا كلمتين. حاضر يا حبيبي. تسلم. اسمعي كلام اخوكي، هو عايز مصلحتك. عارفه انا خليتك تتجوزي ادم ليه؟ نفسي أعرف. عشان انت عناديه. ايوه، دماغك متركبه بالشقلوب. فاكره اني بحاربك ومفسر خوفي عليك انه طمع وانانيه. انت اختي يا هبله، شرفي وتاجي اللي بتفشخر بيه. ولو كنت قلت لك ان ادم عاوز يتجوزك عشان مصلحته بس، كانت عداوتك ليه هتزيد. كنت هتكفري بالدم اللي بيننا. قلتوا عليه كل ده، الله الغني سبتك تتجوزيه. يمكن الغمامه اللي على عينيك تنكشف لما تعرف الحقيقه. ساعتها هتتاكد ان مفيش حد في الدنيا يحبك قد اخوكي. عارفة إنك بتحبني وعمري ما شك في ده، ومهما حصل إحنا إخوات يا هاشم، ومفيش حاجة هتغير اللي بينا. بس هيفضل خلافي معاك واحد، هو آدم. أنت ظالم وفهمه غلط. آدم نفسه عزيزي، عمره ما فكر في مالنا، بيحبني. آدم مش عايز حاجة في الدنيا دي غيري. ما انا عارف انه بيحبك وغرقان لشوشته، بس ده كان زمان. ادم دلوقتي بيحب بعقله، واستغل حبك ليه لاجل ما يوصل لمراده. ايه مراده اللي عايز يوصل له؟ آن الأوان أقول لك. آدم وقف معاك في القضية وبعدها اتجوزك عشان يحط يده على أرض المزرعة. ليه؟ عشان الأرض دي تحتها كنز كبير، وهو عارف بطريقة ما. وخلي في علمك، آدم هو السبب إن أخوه يموت بعد ما ورطوا مع ناس إيدهم تقيلة، وكل ده عشان يحط إيده على الأرض ويوصل للكنز. استغلك وأنا ما قدرتش أتكلم. حاولت أفهمك ولا عمرك كنت هتصدقيني. كنت أعمل إيه؟ حاولت أحافظ على المزرعة بطريقتي، عشان لو كنت سبتها لك كان هيقنعك وياخدها منك. مش مصدقاني؟ طب يبقى روحي اسأليه، وبعدها لينا كلام تاني. كيان، توحشتك. أنا مش جاي أسمع، أنا جاي أسألك سؤال. أنت اتجوزتني عشان المزرعة؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ جاوبني على السؤال يا آدم. الأرض تحتها منجم ولا لأ؟ رد يا آدم. ايوه، بس الموضوع مش زي ما انت فاهمه. دلوقتي عرفت ليه خليت هاشم وافق على جوازنا. كذبت علي ووقفت معايا في القضية عشان مصلحتك. انا وقفت معاكي في القضيه عشان بحبك،
واتجوزتك عشان ده اللي حلمنا بيه انا وانتي، واللي بيني وبين هاشم ملوش دعوه بيكي. برضه مصير تكذب علي. هاشم عرفني على كل حاجة، والأرض اللي كنت عايز تحط يدك عليها بعد جوازنا أنا اتنزلت عنها لهاشم. أرضي كنت حرة فيها، كان اعملي فيها ما بدالك، بس أنا مش بكذب عليكي، ما تظلمنيش. أنت اللي ظلمتني معك يا آدم، وأنا جيت على نفسي كتير علشانك. زي ما أنت قلت أنا حرة، أنا حر. طلقني. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.